السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. هنعمل مع بعض النهاردة غدا سبانخ باللحمة. طعم جميل وتحفة وهيعجبكم أوي أوي أوي. وطبعا المنظر اللي انتوا شايفينه ده بالشكل ده كده. طب وصلنا هنا ازاي وعملناه ازاي؟ يلا بينا ندخل المطبخ ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول. يلا بينا اتفضلوا معايا. ورجعنا لكم ونقول لكم معانا سبانخ. جايبين ربطتين 2 سبانخ. الربطتين دولت ب5 جنيه، شارياهم من السوق. تمام، الغالي جايبهم من السوق يعني. تمام. طيب هننضفهم مع بعض ونشوفهم ونشوف نخرطهم ونشوف هنعمل فيهم ايه. انا طبعا هعملها سبانخ باللحمه. عندي حتتين لحمه صغننين كده 1/4 كيلو، هحطهم فيها. هنشوفها مع بعض هنسويها مع اللحمه ازاي ونشوف. طب السبانخ ما بتاخدش تسويه اللحمه. طب يا ستي ماشي، هنشوف نعمل ايه في اللحمه عشان تاخد تسويه السبانخ، او السبانخ تاخد تسويه اللحمه، وفي نفس الوقت الاكل بتاعنا ما يتهراش وتبقى اللحمه بتاعتنا مستويه صح والاكل بتاعنا جميل وحلو. خليكي معايا لحد ما نشوف احنا هنخرط السبانخ بتاعتنا ازاي ونعمل فيها ايه. اول حاجه انا طبعا اول حاجه هعملها زي ما انت شايفه كده الطريقه دي. هرمي الرباط او القش اللي هي مربوطه بيه. تمام تمام. اول حاجه زي ما هي كده بعملها هنقضها. يعني ايه هنقضها؟ هنقيها، هفرزها. يعني هنقي الحاجات اللي هي مش كويسة فيها بالشكل ده كده. تمام. مش هخرطها قبل ما اغسلها، لازم تعملي الحاجة دي خطوة بخطوة. دي للكلام ده للبنوتة الصغنونة بتاعتي حبيبتي اللي هي داخلة تعمل أكلة حلوة لماما، تساعد ماما. الحاجات ديت الورقة اللي هي ملهاش لازمة اللي مش حلوة. تمام بالشكل ده. طب ليه ما خرطها الاول وبعدين اغسلها؟ لا، لو حسيتي بايديك هتلاقي في رمل، في رمله، يبقى نغسلها الاول وبعدين نخرطها. وفي حاجه مهمه قوي 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 كمان. ايه هي يا بطوط؟ صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. وانا اقول لك انهم قايلين ايه بقى يا ستي؟ ان احنا لما نيجي نخرط الخضار ما نخرطهاش خرط صغيره عشان تفضل محتفظه بالقيمه الغذائيه بتاعتها. كده كده السبانخ مجرد ما هتحطيها في الصلصه مش هتاخد منك حاجة وهتبقى هريسة ببعضها، مطبوخة ببعضها. تمام 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 التمام. ماشي. طيب هخلص تنظيف السبانخ بتاعتي واغسلها وهنشوفها مع بعض واحنا بنخرطها. يعني انا حبيت اوريكم ده برضو كده. شايفين في طينة؟ طب انا اخرطها ازاي وبعدين اغسلها؟ الطينة هتلزق. لا، انا اغسلها الاول واتاكد منها، ولو في نص معلقه خل في الميه بتاعت الشطفه الاخيره بتاعتها كمان عشان الميكروبات والبكتيريا والحاجات اللي فيها. اوكي تمام تمام. كده انا نضفت الخضره بتاعتي وده اللي طلع منها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. الخضره بتاعتي اهيت غسل اهو. انا رايحه بقى دلوقتي احطه تحت الحنفيه واغسله عود كده بالراحه كده. تمام تمام. صلوا على الرسول. كده انا غسلتها وصفيته من الميه زي ما انتم شايفين كده ورقه بورقه. شوفوا جميل ازاي وحلو ازاي، مش اي حاجه. في بقى ان انت ممكن تجيبي قطاعه تقطعي عليه، وفي ان انت تمسكيه بايديكي. طبعا انا مش هقدر امسكها في ايديا فانا بقوم جايه بالراحه كده. طبعا ده الروز بتاعت السبانخ طبعا على طول. لو عندك طيور بتحطها لها، ما عندكيش على الزبالة على طول. تمام. صليت على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني انت لو قطعتها كده برضك لا، وسط، لا صغيرة ولا كبيرة، وبالراحة. وتحاولي على قد ما تقدري تحافظي على ايديكي طبعا بالشكل ده كده. انا لا بصغر ولا بكبر. تمام تمام. السبانخ فيها فوائد كتير جدا، نسبة الحديد فيها عالية جدا. لو قدرتي تعمليها مرة في الأسبوع وتاكلي منها الأطفال والحامل واللي بترضع يبقى كتر خيرك وشكرا. تمام. طبعا أنا ما بصغرهاش أكتر من كده لأن لو صغرت أكتر من كده القيمة الغذائية بتاعتها ضاعت في التقطيع بالسكينة. تمام تمام. أنا كده قطعتها خلاص.
برضو هحطها في شويه ميه وهشطفها برضو، بس المره دي بقى تبقى في مصفى، عشان ايه؟ لو في رمله، في ترابه، في اي حاجه تنزل. تمام تمام. طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده انا غسلتها تاني برضو بالمصفى اهي، زي ما انتم شايفين، والميه اللي نازله منها زي ما انتم شايفين ميه رايقه وبيضه وجميله ازاي. كده انا اتاكدت ان الخضره بتاعتي نظيفه، وان شاء الله نبدا في ايه، في ان احنا نشتغل بيها. تمام. هنشوف برضو حته اللحمه اللي معانا. طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين انا اللحمه طلعتها اهي، لحظه بس احوش السبانخ بتاعتي بالشكل ده كده. طلعتها من الفريزر وسبتها فكت من الثلج بتاعها. تمام بالشكل ده. طبعا يعني انا لقيتها في التلاجة تايهه، اسيبها تايهه؟ تفتكروا يعني اسيبها تايهه؟ والله انت طلعها من الفريزر فكت كانك لسه جايباها من عند الجزار، طازه وجميله وحلوه ازاي اهي، مش سمره ولا حاجه. تمام تمام. لقيتها تايهه في الفريزر، قلت لها لا تعالي، هتفضلي تايهه لحد امتى؟ تعالي يلا نشتغل بيها، حلوه مش وحشه. تمام تمام التمام يا باشا. يلا بينا نشوف هنشتغل ازاي السبانخ بتاعتنا باللحمه. اول حاجه هنسلق اللحمه ونسيبها لحد ما تستوي وتخلص تسويتها وتبقى 10/10 استويه جاهزه للاكل. هنشتغل في السبانخ ونعمل شويه رز ابيض حلوين كده، وايه، ونحط اللحمه في قلب السبانخ. انا بحب اكلها في قلب السبانخ. تمام. ما احبش احمرها واحطها لوحدها كده، انا احبها محطوطه في السبانخ. كل واحد ليه طريقته. عامه كده كده انا ما باكلهاش يعني بس انا كنت بحبها كده، بس الغالي طبعا بياكلها كده. تمام تمام التمام يا باشا. واحد لا اله الا الله، ويلا بينا على البوتاجاز. انا دلوقتي راح اعمل الخلطه بتاعت السبانخ او معايا هنا البصله فرمها ناعمه زي ما انتم شايفين كده. انا مش هحمر البصله، انا هديها تلويحه بس كده خفيفه وهنشوفها مع بعض بقى. معايا هنا فصين توم كبار حلوين عاملاهم بالسكينه، وحبيتين فلفل احمر واخضر مخرطاهم مش ناعم قوي، بس هم حاميين. الحامي ده حسب الرغبه، ممكن تحطي فلفل اخضر ايه بارد. تمام. معايا برضو معلقه عدس، ممكن تحطي فول مدشوش اللي هو الفول المفصص، ممكن تحطي رز. في ناس بتحط رز عادي، لو الرز ده لو انت هتغمسيه بعيش. تمام. بس انا ما عنديش فول وكده انا كده هاكله برز، فمش محتاجه رز، فانا هعمله بعدس. تمام تمام. البهارات اللي معايا عباره عن ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمه، مرقه لحمه وكمون. تمام. معلقه كمون على معلقه كزبره ومقلبهم على بعض. السبانخ بتاعتها اهيت مصفيه من الميه كويس جدا جدا، وهنشوفها دلوقتي. شايفين لونها اخضر الجميل الحلو ده. معايا هنا اللحمه انا سلقتها بالجزر والطماطم والبصل والبهارات والتوابل. تمام ومستويه اهيت، هنشوفها مع بعضنا ان شاء الله. هنا البصله بتاعتي بدات تطرى شويه اهي. تمام. طب انت مش هتحمريها ليه؟ لان مش عايزاها تقليه علشان المعده. تمام. انا شبه كده بعملها ني في ني، بس بدل البصله تفريه صغيره كده خفيفه. تمام. طبعا نسيت اوريكم برضو الطماطم، انا ضربه طماطم في الخلاط وحط عليها معلقه صلصه. تمام زي ما انتم شايفين كده. البصله بتاعتي طرت اهي وبقت حلوه وبدات ريحتها تطلع. هحط عليها الثوم والفلفل بالشكل ده كده، واديها تقليبه برضو مش عايزه التومه تحمر ولا حاجه، انا عايزه بس اخد الريحه بتاعتها تطلع، بحيث المنكهات بتاعتهم تبقى واضحه في السبانخ. تمام. ببدا اضيف البهارات بتاعتي عشان انا حابه ان انا اديها تحميصه كده مع البصله والثومه، تقوم تطلع لي النكهه بتاعتهم. الله، روايح تحفه. لو جربت تعملي السبانخ زي ما انا بعملها كده خطوه بخطوه، والله صدقيني هتعجبك وهتعجب اولادك وهتبقى جميله جدا. وعلى فكره ممكن ما تحطيش اللحمه صاحيه لو اولادك ما بيحبوش اللحمه، يعني ايه كتل كده، لا قطع يعني، لا ممكن تعملها لحمه مفرومه. ما احنا لازم نخلي الاولاد ياكلوا عشان يتغذوا، هما بيرفضوا ياكلوا اللحمه عشان بيقعدوا يمضغوا فيها كتير او حاجه زي كده. تمام.
لا انا ممكن اعملها مفرومه واحطها له. تمام. طب الخطوه اللي بعد كده هتعملها ايه؟ هنشوفها مع بعضنا برضو. هنحط السبانخ. انتوا شايفين كده بحط انا السبانخ. هتحط السبانخ على البصله، مش تحط الصلصه والحاجات دي، لا انا بحط السبانخ. شايفين الحله مليانه، مجرد دقيقه واحده، اقل من دقيقه كمان، هتلاقي مفيش في الحله الا معلقتين اتنين تحت كده في القاع. ليه؟ هتبقى نزلت بقى بحلتها في حله. تمام كده انا خلصت السبانخ اهوت كلها. وانتوا شايفين كده ما عادش معايا حاجه اهو. شايفين كل مدى ما الحله بتنزل لتحت ازاي. مع بعض خطوه بخطوه زي ما انتوا شايفين السبانخ. ونحط بقى ايه؟ معلقه العدس بتاعتنا. تمام. ونديها تقليبه كمان وبعدين نحط الصلصه. طبعا زي ما انتوا شايفين الحله ما عادش فيها سبانخ. السبانخ خلصت. هحط الحتتين اللحمه بتوعي معاها. اللحمه دي اختياري برضك، عادي حطي لحمه مفرومه، حطي فراخ، ما تحطيش برضك. هي كده كده السبانخ غنيه بقيمات غذائيه عاليه. وطبعا كل واحده بتعملها بطريقتها، دي طريقتي. لو طريقتي عجبتك هتجربيها وتقولي لي عليها، وانت كذلك طريقتك لو عجبتني برضك هجربها واعملها. ايه المانع؟ مفيش مانع. نشوف مع بعض ما نحط الصلصه. صليتوا على الرسول ووحدتوا لا اله الا الله. الشكل ده كده. نبدا تقليبه ونسيبها مع بعضها بقى لحد ما ايه، تك 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 تك. انا مش هحط ميه ولا اي حاجه خالص، هي بكفايه عليها كده، لان هي مش محتاجه حاجه. انا محتاجه بس ان هي تاخد كرنيك شوربه مش اكتر، بالشكل ده كده. تمام. تمام. شايفين الشكل ده كده. تك اهي. هنغطيها. زي ما انتم شايفين كده ما خدتش مني دقيقتين بالظبط. يا دوبك العدس خشه، كله اتسبك مع بعضه، كله اندمج مع بعضه. زي ما انتم شايفين المنظر قدامكم، وكله بالطبيعه، مفيش اي حاجه متفبركه قدام مننا خالص. بس الريحه مش هقول لكم الريحه طالعه عامله ازاي بصراحه يعني. وبرده الرز بتاعنا استوى. طبعا عشان اعمل الشكل الجمالي اللي انتوا هتشوفوه كمان شويه، او ده الطبق اللي هغرف فيه، طبق بيضاوي. طبعا انا حطيت الطبق اهوت، هنشيله مع بعض بالشكل ده كده. ده المنظر اللي انت تزوقي بيه سفرتك او طبقك، بحيث ان العين بتاكل قبل البق. تمام صح كده ولا انا غلطانه؟ طيب بالمنظر ده الطبق بتاع الرز بتاعي اهو بالشكل ده. انا عملته بالطبق ده. حطيت معلقه زيت او سمنه زي ما تحبي، وحطيت عليها الرز الشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده. تمام. معانا طبق البلح الاسمر الجميل الحلو ده. تمام. يلا بينا كده نغرف السبنخ بتاعتنا الجميله الحلوه دي. تمام بالشكل ده كده. شايفين العدس؟ انا بصوا شايفين العدس جميل ازاي. السبنخ بتاعتنا جميله برضك بالشكل ده كده. اللحمه بتاعتنا كذلك. هنوضب الطبق بتاعنا كده كده. نمسح الطبق بتاعنا بالشكل ده، نوضب الطبق يعني. طبعا كده الطبق السبانخ بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده بالجمال ده اهوت. شايفين حبه العدسه، حبه العدس يعني، والصلصه بتاعتنا جميله وحلوه ازاي. طبق الرز بتاعنا زوقيه بالطريقه اللي تعجبك. كل واحد بيزوق على طبقه الطريقه اللي هو بتريحه وهو بياكل.
تمام. معانا التحلية بتاعتنا بلح اسمر جميل تحفة، اللي هي الحباية الصغنونة الجميلة دي. حباية صغنونة وجميلة ازاي. واتمنى ان يكون الطبق بتاعي عجبكم النهارده، ويكونوا يعني تحسوا ان انتوا يعني ان هو طبق حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم فاطمة الجندي لقناة فاطمة الجندي، واترككم في رعاية الله. شكرا لوجودكم معي.